جمعة مباركة نتمنى لكم مشاهدينا الأفاضل. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الآية والمستهل بهم وأبرز العناوين. دعوة للتعرف على التراث التاريخي في شمال البحر الأحمر. مزارعو النقفة يؤكدون سعيهم لتعزيز إنتاجهم. الاتحاد الوطني للمرأة في هولندا يعقد مؤتمره. قتلى إثر انقلاب عبارة في تنزانيا. عقوبات أمريكية على الصين بسبب روسيا. وكندا تتحدث عن مفاوضات بناءة حول نفطها. مرحبا بكم. دعا حاكم اقليم شمال البحر الاحمر العميد تخل لبسو الى ضروره التعرف والحفاظ على الموروثات والاثار التاريخيه في الاقليم والعمل الجاد لزياده مساهمتها في تزيين احتفالاتنا والتعبير عن هويتنا. وفي اللقاء الذي اجراه السيد الحاكم مع الناشطين في هذا المجال، اوضح بان الاقليم غني باثاره التاريخيه وموروثاته الاثريه بالاضافه لموارده السياحيه، مشيرا الى الجهود الفاعله للتنقيب عنها وتعريف الشعب بها. من جانبها أشارت السيدة زينب عمر المدير التنفيذي لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم إلى وضع خطة لعقد مؤتمر يهدف إلى خلق أرضية صلبة لتنشيط وتفعيل أنشطة التوثيق والحفاظ على الموروثات والآثار. وأوضحت السيدة زينب بأن اللجان الناشطة في هذا المجال الثقافي ظلت تلعب دورا لا يستهان به في التنقيب عن تلك الثروات، مذكرة بأن الجهود غير المنظمة تفتقر إلى الاستمرارية مما يجعلها غير فعالة. كما أشارت إلى إجراء دراسة بحثية جادة حول الموروثات الثقافية والأشعار التراثية في الإقليم. صرح مزارعو مديرية نقفة بأن هطول الأمطار بصورة واسعة الانتشار ساهمت في وصول مزارعهم إلى مرحلة جيدة، مشيرين إلى استمرارية جهودهم حتى مرحلة الحصاد. وقد أوضحوا لوكالة إيرنا بأن مزارعهم وصلت مرحلة مبشرة، معبرين عن أملهم بجني محصول وفير مع التوقعات باستمرارية هطول الأمطار. ومن جانبه أشار خبير المزروعات في المديرية السيد تسفالم زودة إلى أن الأمطار التي تأخرت في الهطول توسعت وانتشرت لاحقا بشكل جيد، مشيرا إلى أن المزروعات وصلت إلى مرحلة مبشرة بحصاد وفير. وفي غضون ذلك أوضحت المعلومات الواردة مؤخرا بأن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالثلوج التي هطلت في 12 من سبتمبر الجاري في ضواحي بقلة وزاقر وتنقس وأبو عامر تسببت في تدمير 35 هكتارا من مزروعات الفول والقمح والشعير كانت قد وصلت مرحلة الإثمار. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط نظمت سيمينارا تنويريا للشباب الناشطين في البرامج الثقافية والرياضية تركز حول الوقاية من الأمراض المعدية وخاصة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. وفي السيمينار الذي نظم في 18 من سبتمبر الجاري قدم تنويرا مرفقا بالمعلومات الإحصائية والصور المتحركة يبرز الأوضاع الراهنة للإصابة بالأمراض المعدية والمساعي المبذولة على مستوى البلاد والعالم للوقاية منها والنتائج التي تحققت في هذا الصدد. وفي السمينار التنويري الذي قدمه مسؤول وحدة مراقبة الأمراض المعدية في مكتب وزارة الصحة بالإقليم الأوسط السيد محري والمكيل، ذكر فيه بأن الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة مرض نقص المناعة المكتسبة انخفضت إلى أن مستوى لها بفضل الجهود المبذولة لتعزيز وعي المجتمع، مشيرا إلى أهمية استمرارية العمل وإجراء حملات توعوية مكثفة لضمان استمرارية النتائج المنجزة حتى الآن لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال والمتمثلة في خفض الإصابات الجديدة والحد من التمييز الذي يتعرض له المصابين بالمرض بنسبة 90% خلال العام 2030. وقال السيد محري إن المراهقين هم جزءا من المجتمع وينبغي عليهم لعب دورا نموذجي في إنجاح البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض المعدية من خلال تعزيز وعيهم ومعارفهم وإحداث تغيير إيجابي في سلوكهم. وناشد المشاركون في الآراء والمقترحات البناءة التي قدموها الناشد بضرورة الدفع بالبرامج الجارية لرفع درجة وعي المجتمع وخاصة الشباب من خلال الجهود المنسقة وضمان استمراريتها.
عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في هولندا مؤتمره في 15 من سبتمبر الجاري في مدينة روتردام. وحضر المؤتمر سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا وقنصل إريتريا في هولندا السيد سلمون محاري، إضافة إلى رئيسة اتحاد المرأة في إقليم أوروبا السيدة نغستي تساغاي وممثلي مختلف الاتحادات. وقال السفير ناغاسي كاسا إن المؤتمر يعقد في مرحلة تنتقل فيها منطقة القرن الأفريقي إلى مرحلة السلام والتعاون من مرحلة السلم والحرب، ولأن المرأة تمثل نصف المجتمع يتوقع أن يضاعف الاتحاد أعماله بتنظيم صفوفه للمساهمة بوعي في المرحلة الراهنة. من جانبها عبرت رئيسة اتحاد المرأة فرع إقليم أوروبا السيدة نغستي تساغاي عن أمنيتها الكبيرة بأن تنطلق المرأة بتقييم أنشطتها والتعرف على الإيجابيات لإنجاز أعمال فعالة بالاستفادة من المؤتمر كبيئة صلبة لتحقيق الهدف المنشود. وبعد النقاش الموسع الذي جرى حول تقارير المدن روتردام وأمستردام وأترخت، تم اختيار لجنة جديدة إدارة الفرع ل3 أعوام. وفي الختام قال قنصل إريتريا في هولندا السيد سلمون محاري إن المؤتمر يساعد للتعرف على الإيجابيات والاستعداد الجيد للمستقبل، مناشدا اللجنة أن تلعب دورا بارزا في تلبية رغبات الحكومة والشعب. تخرج في 20 من سبتمبر الجاري 22 من أعضاء وزارة الإعلام بمستوى الشهادة بعد دراسة تلقوها ل4 أشهر حول تقنية المعلومات الحديثة. واشتملت الدورة التأهيلية التي نظمت بالتعاون بين وزارة الإعلام والمؤسسة الوطنية نقوح دمنة على ربط شبكات الحاسوب وضمان انسياب وسائل المعلومات وإدارة السيرفر وغيرها من البرامج. وفي مراسم التخريج التي شارك فيها مسؤولي مختلف الأقسام بوزارة الإعلام، ألقى المهندس تخلي هيمانوت يماني المستشار الفني لمؤسسة نقوح دمنة ألقى كلمة أوضح فيها بأن الدورة المنظمة تلعب دورا لا يستهان به في رفع قدرات وفعالية الأعضاء. من جانبه قال مسؤول تطوير القدرات البشرية في وزارة الإعلام السيد سبهاتو كفلة إن الدورة التي قدمت بقدرات محلية تلعب دورا مهما في تحسين وتطوير نظام المعلومات الذي ظل يعمل به في الوزارة، داعين الدارسين لتعزيز كفاءتهم في مواقع العمل. يذكر بأن وزارة الإعلام نظمت بالتعاون مع سفارة الصين الشعبية دورة تدريبية لخدمات البث الرقمي في التلفزيون والإذاعة ل45 من أعضائها من وحدة تقنية المعلومات والهندسة بوزارة الإعلام. وقد اشتملت الدورة التدريبية التي استمرت ل3 أسابيع على وضوح الصوت في البث الإذاعي وأهميته والبث الرقمي بموجة FM والبث الرقمي وانتشاره في التلفزيون وفائدته والمجالات الأخرى ذات الصلة. مشاهدينا فاصل قصير ثم الأخبار على الصعيد العالمي. قال مسؤول محلي كبير في تنزانيا إن ما لا يقل عن 42 شخصا غرقوا إثر انقلاب عبارة في بحيرة فيكتوريا، ويخشى مسؤولون محليون من أن عدد القتلى قد يربو على 200. وقال رئيس شرطة منطقة أوكيريوي إنه تأكد مقتل 42 شخصا حتى الآن، وإن مهمة الإنقاذ توقفت حتى بزوغ فجر اليوم الثاني. وأظهرت التقديرات الأولية أن العبارة كانت تقل ما يزيد على 300 شخص. وقالت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية التي تسير خدمات العبارات إن العبارة غرقت على بعد أمتار قليلة من مرساها في منطقة أوكيريوي. وغرقت العبارة نيريري وعلى متنها عدد غير معروف من الركاب قرب جزيرة أوكارا جنوبي أكبر بحيرة في أفريقيا. وفي العام 1996 أدت كارثة غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بنفس المنطقة إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة عسكرية صينية ومديرها لشرائها عتاد عسكري من روسيا في انتهاك لقانون يفرض عقوبات أمريكية صارمة على موسكو لتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات ستفرض بشكل فوري على إدارة تطوير العتاد الصينية، وهي الوكالة المسؤولة عن الأسلحة والعتاد، بسبب القيام بتحويلات كبيرة مع شركة أساسية لتصدير الأسلحة الروسية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن العقوبات تتعلق بشراء الصين 10 مقاتلات من طراز سوخي 35 في عام 2017 وعتاد مرتبط بأنظمة دفاع صاروخية أرض جو من طراز S-400 في هذا العام. وتمنع العقوبات الإدارة الصينية ومديرها من الحصول على تراخيص تصدير واستخدام النظام المالي الأمريكي، كما تضيفهما إلى قائمة تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية تحظر على الأمريكيين القيام بأي أعمال مع المدرجين فيها. أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فيرلاند إجراء محادثات بناءة مع الولايات المتحدة لتحديث اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية نافتا، غير أنها لم تتحدث عن إحراز تقدم فيما يتعلق بالمسائل الخلافية بين البلدين. وكانت فريلاند وصلت إلى واشنطن لعقد مزيدا من الاجتماعات مع الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر. وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء الماضي أن مزيدا من العمل لا يزال ضروريا قبل أن يتوصل المفاوضون الأمريكيون والكنديون إلى أرضية تفاهم حول تعديل نافتا. ويخوض مسؤولون أمريكيون وكنديون محادثات شاقة لمحاولة تخطي الخلافات حول إعادة صياغة الاتفاقية. ومحادثات تعديل اتفاقية نافتا التي أقرت قبل نحو ربع قرن مستمرة منذ أكثر من عام، بعد أن نوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاقية التي وصفها بأنها كارثية للعمال الأمريكيين. شارك المئات من عشاق السهرات الموسيقية الصاخبة في تجربة فريدة من خلال الرقص في أعماق بركة سباحة بمدينة بالوفا الإيطالية بإقليم فينيتو شمال البلاد. وأدى الفنان بيجي جو أبرز مقطعاته الإلكترونية داخل نفق زجاجي مستخدما نظاما صوتيا مصمم خصيصا لاختراق المياه، فيما ارتدى الراقصون خوذا خاصة للقوس محولين بركة السباحة إلى حلبة رقص. الحدث حمل اسم ديب هاوس وتم تنظيمه داخل منتجع مونتيغروتو تيرم الذي يضم مسبحا ضخما مخصصا للغطس بعمق 42 مترا، ويقع على بعد حوالي 45 كيلومتر قرب مدينة البندقية. وعندما أنشئ المسبح في صيف العام 2014 كان الأكبر من نوعه في العالم، ولا بد لمن يودون السباحة فيه من الخضوع إلى فحص طبي للتأكد من قدرتهم على تحمل الغطس تحت الماء. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.